السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، نلتقي بكم على خير على مدار ساعة من الآن مع اليوم المفتوح لانتصارات أكتوبر ومع كلام شباب. مشاهدينا الكرام، حسن الخلق جزء لا يتجزأ من شخصية الإنسان في أي مكان. حسن الخلق الذي قال فيه نبينا صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. الشخص حسن الخلق مميز في مجتمعه، يشار إليه بالبنان، يحبه مجتمعه أيا كانت وظيفته: مهندس، طبيب، محامي، محاسب، رياضي. واليوم تسعد قناة الشباب وأسعد شخصيا بشخصية رياضية أجمع الكثير على تميزه على المستوى الرياضي كلاعب ومدرب، أجمع الكثير على تميزه على المستوى الأخلاقي كلاعب ومدرب. نتشرف جميعا بالمدير الفني الحاصل على بطولتين لكأس مصر وبطولة السوبر في آخر 3 مواسم رياضية، الكابتن طارق العشري. شرفتنا كابتن. الله يخليك، متشكرين. ربنا يحفظك. يعني أنا عايز أقول لحضرتك إن كل من في القناة سعيد بوجود حضرتك، وحضرتك طبعا أكيد لمست دوت مش هقول من على باب القناة، من أول السواق اللي كان رايح يجيب حضرتك. يعني أقول لحضرتك إن هو كان بيزعل من شغل بالليل، أول ما عرف حضرتك موجود معانا قال لا ده لحد الصبح مع الكابتن. يعني أنا اللي سعيد بيك والله، حب الله عز وجل يعني رزق، وأتمنى أكون ضيف خفيف عليكم إن شاء الله. يا كابتن احنا نتمنى تكون حضرتك معانا لحد الصبح يعني. الله يخليك. ربنا يبارك فيك. كابتن طارق، البذرة التي نبتت في كفر الدوار ونبتت لنا الكابتن طارق العشري، هل هذه البذرة إلى الآن في 2011 الكابتن طارق العشري متأثر بها؟ مفيش شك طبعا. يعني أولا بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سعيد طبعا أنا موجود مع القناة الشبابية، قناة الشباب، وزي ما قلت في بداية حديثي إن أنا أتمنى أن أنا أكون ضيف خفيف على أسرة القناة اللي هي طبعا استقبلتني بحفاوة، وأنا طبعا متشكر جدا للاستقبال ده، واكون ضيف خفيف على مشاهدين البرنامج بتاع حضرتك شيخ احمد. سعداء جدا بحضرتك. البذره ما فيش شك طبعا. الحنين بياخدني دايما لمدينه كفر الدوار اللي انا اتربيت فيها، وديت يعني شهدت مولدي و ان كبري فيها في الشارع، وحتى علاقاتي مع جيراننا واصحابي اللي هم دلوقتي ما شاء الله بقوا من سني، عجزنا احنا في الفتره الاخيره. أنا مواليد 64 ما شاء الله. مدينة كفر الدوار. ويمكن يعني المدينة دي طبعا طلعت 2 الحمد لله رب العالمين، برضه كابتن حسن شحاتة وكابتن أحمد ناجي ما شاء الله. كابتن حسن شحاتة نادي الزمالك ومنتخب مصر، وكابتن أحمد ناجي مدرب حراس المرمى في النادي الأهلي. وطبعا الوالد والوالدة ما زال البيت هناك، البيت الأسرة في شارع الكرنك. ما شاء الله. ما زال صداقات حضرتك موجوده لحد دلوقتي؟ ما زال يعني الحمد لله رب العالمين. انا يمكن اسبوعيا هناك متواجد مع الوالد والوالده، ما بيعديش اسبوع لما لازم اروح هناك. وطبعا يعني ما فيش شك طبعا الواحد حرم من التواجد، مش زي شبابه ولا الفتره اللي انا قضيتها، ولكن الحمد لله الوالد والوالده كان لهم تاثير كبير جدا في النشأه. وانت عارف شيخ احمد ان مدينه كفر الدوار بتنتمي برضو للمدن الريفية اللي بيغلب عليها الطابع الديني، فكان دايما تواجدنا او حس الاب والام انك تروح الجامع، حتى المذاكرة كنا بنذاكر في الجامع والله. ما شاء الله. واللي كان بيدرسوا لنا حتى دروس خصوصية كان في الجامع، كنا بناخد كده دروس خصوصية كده. يعني كان الكابتن طارق العشري خريج مسجد من المساجد ما شاء الله. الحمد لله الواحد حريص. ويمكن كانت والدتي دايما تحسيني على الصلاة، والدي نفس الكلام. فالحمد لله حتى اخواتي سامح اكبر مني بسنة، اشرف اصغر مني، برضو نفس النشأة. والحمد لله رب العالمين. يعني الطابع الريفي والطابع الاخلاقي الاب والام زرعوه فينا ما زال حتى الان فينا ما شاء الله. ان شاء الله يمتد كمان لاولادنا ان شاء الله باذن الله. حضرتك في مباراة من المباريات يعني في اثناء المباراة وهي بتجرى المباراة
كابتن ابو طالب العسوي يعني كان ادار المباراه، وحضرتك صليت بالاحتياطي كلهم صلاه جماعه يعني. ايوه كان صلاه مم. المغرب، كان ودي صلاه طبعا المغرب. من الاشياء اللي الواحد طبعا بيتضايق منها كتير جدا، ان دايما الصلاه الفرض بتيجي في اثناء او الاول ما يبدا المباراه، التوقيت ما بيبقاش مناسب لميعاد المباراه. لان انا الواحد الحمد لله الولاد حتى في الفرقه او كل معظم الفرق بيبقوا حريصين جدا على الصلاه، لكن لما بيبقى في جماهير كتيره جدا الواحد بيشفق ان الناس دي يروح عليها فرض، خاصه لما يبقى المغرب مع العشاء. صح. يعني على الاقل اللاعب الزمن قريب. هيصلي، اللعيبه ممكن يصلوا في اه الطرقه بره ما بين الشوطين، لكن الجماهير دي كلها اللي عايز يصلي هيضيع عليه الصلاه. طب فدايما احنا بنطالب اتحاد الكوره دايما ان هو يراعي المواقيت دي بالذات، خاصه ان معظم حتى الدول المجاوره كلها اصبحت انها تقيم ميعاد المباريات بعد صلاه العشاء. ما شاء الله. فايه المانع ان احنا برضو نطبق الزمن ده، لان ده مهم جدا جدا ان احنا ما نغفلش فرض ربنا سبحانه وتعالى. ومش هيضرنا شيء، بالعكس ان مش شاء الله هيضرنا تبقى شيء، بركه في هو الملاعب باذن الله. توقيت، هو توقيت. اولا ان احنا بنحس الناس كلها، لان انا عندي مبدأ ان الرياضة ما هي الا برضو نوع من الدعوة الى الله سبحانه وتعالى. فاذا كنت انت نموذج الناس بتقتدي بيك، واذا كنت انت شيء الناس بتحب تشوفه، فلابد انك على الاقل بترضي ربنا سبحانه وتعالى في فرضه. فلما يروح انت الفرض فانت بتساهم في ان الناس دي انت اكنك بتحمل مسؤوليتها. فاتمنى ان اتحاد الكوره طبعا يراعي في المستقبل الظرف ده بالذات، لان ده اعتقد ان هو مطلب كتير. انا برضو في لعيبه كتيره جدا طلعت وطلبت المطلب منه، اتذكر منه محمد حمص لاعب النادي الاسماعيلي كان طلب برضو وحصل تعديل، ولكن لسه ما زالت التوقيتات كلها مختلفه. تمام. احنا من هنا طبعا بنناشد اتحاد الكوره المحافظه على اوقات الصلاه، وده امر سهل وميسر جدا، مش تفرق دقائق معدوده يعني. كابتن طارق، يعني نعلم جميعا ان النبي صلى الله عليه وسلم مارس الرياضه وحثنا على الرياضه، وقال المؤمن القوي خير واحب الى الله وفي كل خير. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم مارس الرياضه وكان يسابق الفرس. سيادنا الصحابه مارسوا الرياضه ومارسوا التشجيع، يعني إن الصحابه كانوا في يوم من الايام في موقف المشجعين، مشجعين النبي صلى الله عليه وسلم. وحينما سبقت ناقه اعرابيه ناقه النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت اول مره تسبق، فالصحابه كمشجعين حزنوا حزن طبيعي جدا. الحاجه اللي انت بتحبها اللي انت بتشجعها خسرت. فلما حزنوا وشق ذلك عليهم، النبي صلى الله عليه وسلم لما حس بهذا الحزن في قلوبهم قال مهدئا لهم: يعني حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. القائد اللي بيقود فرقته وجماهيره نحو الأخلاق الرياضية الحسنة، هل المدير الفني يا كابتن دوره فقط في إطار فني توجيه رياضي فقط، ولا هو مسؤول أيضا عن أخلاقيات من يقوده من اللاعبين ومن الجماهير؟ ما فيش شك المدير الفني عامل زي الأب في البيت، بل بالعكس ان هو بتزيد مسؤوليته. يمكن الأب في البيت بيبقى مسؤوليته على الأولاد إذا كان عددهم 2 3 العدد أيا كان، ثم الزوجة، فما بالك انك مسؤول منك على الأقل ما يقرب من 40 شخص. لو انت ما كنتش نموذج حسن الناس تقدر تقتدي بيها، مش هتقدر انك تأمرهم بشيء. فلابد ان انت تكون نمرة واحد، تطبق على نفسك النموذج الإيجابي ده الجيد ده، على أساس انك في الآخر تقدر تاخد من اللاعب أو الإداري أو حتى الجماهير. السلوك اللي بيظهر بيه المدير الفني ما بيبقاش مسؤول عن نفسه فقط لا غير، بل بالعكس مسؤول عن لاعبين، مسؤول عن صف او صف اداري، مسؤول عن جماهير لو كان هو النادي ده تابع لشعبية جماهيرية كبيرة جدا. تصريحاته دايما بتبقى فيها عقلانية، وسلوكه يؤدي في الاخر بشيء ايجابي. هو ممكن يكون حاطط فكرة معينة يقدر من خلالها الجماهير تنطبع عنه. المشاحنات انا طبعا ضدها بشكل كبير جدا، السلوك السيء انا ضدها بشكل كبير جدا، ولذلك انا براعي دايما في سلوكي مع لاعبتي مع الجماهير حتى على شاشة التلفزيون ان انا اظهر شيء مهم جدا، هو السلوك الجيد اللي ربنا سبحانه وتعالى امرنا بيه، واللي انت لازم تكون كمسلم ملتزم بيه. يعني الناس كتير جدا تجاذبت الحديث لما انا رحت سلمت على مستر مانويل جوزيه بعد مباراة النادي الاهلي.
انا كان عندي نيه. انهي مباراه انتصرت حضرتك فيها، فزت ولا؟ لا، النادي الاهلي كسب 3-0 في اسكندريه. المباراه الاخيره يمكن الناس حتى الان ما تفهمش ايه المغزى اللي انا يعني قصدته او المعنى. الحمد لله. يمكن انت في بدايه حديثك قلت ان كل عمل انت بتؤديه ممكن تبقى تاخد عليه نيه وتؤجر عليه. تمام. فانا حبيت ادي نموذج، مش بس السلوك الجيد الاجانب هم اللي بيصدروه لنا، بل بالعكس احنا كمان اولى ان احنا نصدر السلوك الجيد او نبادلهم حتى نفس السلوك. فبادرت وانا مهزوم ان انا اروح اهني مستر مانويل جوزيه، على الرغم ان انا عليه علاقه شديده بيه جيده جدا، وعلاقتي بالنادي الاهلي جيده جدا، وده كل الانديه، ولكن حبيت اظهر سلوك. احنا شفنا في الماتش الاخير بتاع الزمالك حضرتك خسران ورحت حييت جماهير الزمالك. وده السلوك اللي انا متبعه طبعا. يمكن انا ده بتبعه في خلال من اول ما توليت. ما في جهاز فني او لاعبين سواء انا كسبان او خسران لابد ان انا ابدا معاهم بالسلام وانهي معاهم بالسلام. تمام. والتهنئه، وده يمكن اللي انا بحاول ان انا يعني يا ريت يبقى مبدا عام. ده ما فيش شك بيألف القلوب كتير جدا بين اللاعبين، بيألف القلوب جدا بين المدربين، بيألف القلوب بين الجماهير. وانت شايف ان الوقت ده كمان فيه تشحم بشكل كبير جدا على اتفه الاسباب. فالنموذج ده انا حبيت اقول ان مش الراجل الاجنبي فقط هو اللي نتعلم منه. ما يبقاش هو راجل اجنبي ودخيل عليك المفترض وبيصدر لك سلوك المفترض ان هو فيك. تمام. انك بتحس الناس على الخلق الحسن، ده المفروض انت بتربى عليه، المفروض انت الاولى انك انت اللي تقوله له. فما بالك هو كمان لما يلاقي الانطباع ده كمان عنده، جاي واحد بيهنيه بعد خسارته، مفيش شك ده بيسيب اثر كبير جدا في نفسه. طبعا طبعا. وبيعكس انعكاس كبير جدا جدا على الجماهير. فمنهم من اللي ممكن يتقبل الامر، ومن اللي ما يتقبلش الامر بصدر رحب، لكن ما يعرفش المغزى او المعنى ان انا قصدته. فالحمد لله يمكن انا براعي ده بشكل كبير جدا جدا في علاقاتي مع كل الوسط الرياضي، خاصه لان انت عارف ان احنا منفتحين على بعض. وحتى مع الرجل العام، رجل الشارع، حتى مع المشجع. الحمد لله رب العالمين. يمكن انا واخد مبدا على نفسي، يعني من تواضع لله رفعه. انا كل الحمد لله رب العالمين لما ربنا سبحانه وتعالى يعلي ذكري بين الناس وبين العباد انزل اكتر للناس. ربنا يتقبلك. عمري الحمد لله رب العالمين ما تعاليت على الناس. ويمكن ده انت عارف الشعب المصري كمان شعب حنون، عنده حته العاطفه ديت وحته الاخلاقيه مهمه جدا. تمام. وان ياخذ على النجم حتى اتفه الاسباب. انا براعي ديت في سلوكي دايما مع الناس. طبعا قدر الاستطاعه. بقدر الاستطاعه طبعا. منك بقدر الاستطاعه يعني. وليس فيه الحمد لله رب العالمين لا نوع من النفاق ولا نوع من الرياء لا، بل بالعكس انا بحب كمان ان انا اوصل للناس. ربنا يتقبل. يعني حضرتك المدير الفني ممكن باشاره منه يعني يشعل الدنيا، وممكن بتصرف وسلوك منه طبعا يهدي الدنيا كلها. طبعا يعني هو سلوك باين. والسلوك احنا شفنا فيه نماذج كتير جدا بتؤدي الى تأجيج المشاعر، وفي نماذج كتيرة جدا بتؤدي الى هدوء الاوضاع. انت من نوع من المسؤولية اللي انت فيها لابد تتصرف من التصرف ده. وبعدين انت ما بقتش اصبحت جماهير، يعني انت بيؤخذ عليك كل صغيرة وكبيرة. فالكلمة اللي بتطلع منك بتبقى بحساب، السلوك اللي بيطلع منك بحساب. الناس كلها زي ما تقول كده دلوقتي ما شاء الله النت بقى اكثر او المنتديات كتيرة جدا، الكاميرات كتيرة جدا. فاي تصرف وانت محطوط تحت السبوت اعتقد ان هو بيؤثر يا اما بالايجاب يا اما بالسلب. حب الناس الكابتن طارق العشري وحب الناس من حب الله عز وجل. ان الله اذا حب عبدا يعني امر جبريل عليه السلام احسب الله ينادي انه يحبني. فان شاء الله يعني احنا ملاحظين ما شاء الله ان في اجماع، مش طبعا مفيش اجماع على حد، لكن في حب من كثير من الناس ومن فئات مختلفه. يعني في جماهير الاهلي بتحب حضرتك، يوم حضرتك ما خدت الكاس من الاهلي حضرتك كنت بتبكي في الملعب والجماهير كانت بتحييك رغم انك انت كسبان فرقتهم. فحب الناس والله ده رصيد انا اتمنى من الله عز وجل ان انا احافظ عليه، لان ديت زي ما قلت لحضرتك، يمكن انت سألتني السؤال ده فانا بجاوب بقول ان ده دعوة والدتي، يعني ربنا يخليها يا رب ويطول في عمرها.
كانت آمين دايما يا رب تدعي لي العالمين. وتقول لي روح يا ابني ربنا يحبب فيك خلقه. ودي دعوه الواحد ما كده احنا حسش، عرفنا السبب. الواحد ما حسش بمعناها الا بعد ما شاف التفاف الناس حواليه. سبحان حتى الله. في يعني في المواقف الصعبه بتحس ان الناس واقفه جنبيك وبتحييك، الناس بتحب تسلم عليك، الناس بتحب تقابلك. ده شيء الحمد لله رب العالمين اتمنى انا شخصيا كطارق العاشي ان انا احافظ عليه.